السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا. ووحشني ان انا اشارككم اليوم بتاعي كالمعتاد. بصراحة يومي مش بيكمل غير بيكم. لازم اشارك معاكم كل حاجة بعملها ويومي بالتفصيل على طبيعته. شايفين انا عاملة النهاردة اكلة كويسة جدا بتتعمل في اغلى المطاعم بدون مبالغة. وشوفوا بقى هتجيبوها من بره بكام. مش عايزه احرق لكم الفيديو علشان عايزاكم تتابعوا للاخر وتشوفوا احنا عملنا ايه، وتشوفوا الغدا بتاعي ده وتقولوا لي ايه رايكم، انفع ولا ما انفعش. انا دلوقتي بدوق انا بقى، يعني وانا ماليش نفس. لازم اشكر طبعا في اكلي يا جماعه، لو ما كنتش اشكر في اكلي مين يشكر؟ انا جايه اتغدى بقى. انا هنا كنت لسه جايه من بره وكنت محتاره جدا اعمل ايه. بصراحه كنت عايزه اتبل حاجه على بيت. كنت مطلعه على رخامه المطبخ صدور كده زي ما انتوا شايفين، وواقفه بكلم نفسي محتاره اعملها ايه. عايزه اعمل حاجه جديده. عملت كل الحاجات اللي ممكن تتعمل بيها. قلت لا، اسمي الله بقى واعمل كده ايه، حاجه جميله ومميزه والاولاد بيحبوها وطلبوها مني كتير جدا. جبت صدور الفراخ كده زي ما انتوا شايفين، بقطع العرق الفليتو بتاعها الصغنن اللي جوه دي، وفي ناس كمان بتسميها موزه. وبقسم الصدر بالطول قطعتين فقط لا غير، وبشفيها من اي دهون او جلد فيها زي ما انت شايفه. حطي ايدك عليها كده، ويا سلام لو هي كانت نص تتليجه هتتقطع معاكي بسهوله. بشيل الجزء ده. لو عايزه تحفظيه في الفريزر تعمليه ستريبس اوكي، عايزه هنا تتبليه وتشويه زي مفيش اي مشكله. وبقسم الصدر برضو كالعاده بالطول لقطعتين علشان تكون معايا تخينه وحلوه وما تنشفش لما اشويها. ها، عرفتوا هعمل ايه ولا لسه؟ انا هنا هعمل صدور الدجاج المشويه، ولكن بنوعين من التتبيله، كل تتبيله مختلفه عن التانية ومميزه جدا. خلصت كل الصدور تقطيع كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا كنت بالليل من قبلها بيوم علشان اصحى كده بكره رايقه. شايفين المكونات اللي قدامكم بسيطه وقليله قد ايه؟ مش بكترها، حاجه بسيطه جدا. بصلايه، 3 4 فصوص توم، 2 طماطم صغننين خالص، وفلفل اخضر. يعني حاجه اكيد موجوده في تلاجتنا. وعلى الكب على طول هفرم الحاجات دي. مكونات بسيطة جدا ومش تعقيدية خالص، ولكن هتطلع معاكي الصدور مشوية بنفس طعم المطاعم، بل أحسن كمان. طبعا في كذا وصفة للشوي. أنا قبل كده عملت معاكم في التفريزات وصفة لصينية الفراخ. أنا هنا بقى بعمل معاكم إيه؟ بعمل تتبيلة تقدري تعتمديها في كذا حاجة هقولك عليها دلوقتي. المكونات اللي قدامكم دي نزلتها على طول الكبة تتفرم كده مع بعضها. ولما بتعملي كده على بيات انتي بتسهلي على نفسك كتير جدا، بتصحي كده رايقة. يعني عارفة بقى تعملي لك المشروب اللي بتحبيه، تروقي على اللي في البيت. الشغل بيبقى بسيط جدا يا جماعة. بعد ما خلطنا المكونات دي مع بعض في الكبة زي ما انتي شايفة كده، نزلت بيها في المصفى. انا عايزة العصير بتاعها بس. طب ليه؟ لان لو حطيتها كده زي ما هي، كل الياف الخضار دي هتتحرق معايا على الشوايه والشكل هيبقى مش عاطفي خالص. لكن لما بناخد العصير بتاع البصل والطماطم والفلفل، انا كده باخد الطعم والنكهه الصحيحه ومش لازم لي باقي الالياف. افضلي كده اضغطي عليها بالمعلقه او بالسباتيولا زي ما انت شايفه في اي مصفى. وممكن الحاجات دي تعجني بيها كفته، مفيش اي مشكله خالص لو انت مش حابه انك ترميها. نزلت عندي كمية عصير ما شاء الله، مع ان الحاجات اللي انا كنت فرماها في الكبة كانت بسيطة جدا. ده بقى كنز يا جماعة، ده كنز في تتبيل المشاوي عموما. انا هنا هقسمه على جزئين، هقولكم هنعمل ايه بالجزء التاني. اخدت جزء كده في بولة او في علبة تلاجة على جنب. ضفت هنا حوالي ربع فنجان من عصير الليمون، ونزلت بملح، فلفل اسود، 7 بهارات، شوية بابريكا، مع شوية خل، مع شوية دبس رمان. خليكي حافظة كويس، دبس الرمان دايما في المشاوي بيكرملها وبيديلها مزازة ولون جميل جدا. وطبعا بما انها مشاوي يبقى لازم ننزل بشوية زيت، وهنا شوية زعتر. ويا سلام بقى لو كان فريش، لكن انا اللي كان عندي هو الزعتر الناشف ده. وقلبي واخلطي المكونات دي مع بعض. يبقى ضفنا ليمون وخل ودبس رمان، ملح، فلفل، 7 بهارات، بابريكا. طب الجزء التاني اللي انت خدتيه على جنب ده يا امان، انا جايبه كده زي ما انتوا شايفين كيس بهارات تندوري من السوبر ماركت، او تقدري تجيبيها من عند العطار تقولي له انا عايزه بهارات تندوري،
وكالعادة ضفت هنا زيت ودبس رمان وخل وعصير ليمون بس. طيب ايه البديل لو ما جبتوش من عند العطار ولا من هنا ولا من هنا؟ جيبي لون طعام صحي احمر وضيفي منه على نفس الخلطة دي مع بودرة زعفران. بقى عندي هنا تتبيلتين مختلفين هيخلوا شكل السفرة عندك جبارة ومن مفيش يا جماعة. وقسمت الصدور عندي هنا على جزئين. نزلت بخلطة التندوري اللي انا جايباها جاهزة زي ما قلنا او من عند العطار، وقلبيها كويس قوي. التكة الحلوة بقى اللي انا عملتها، مش هبخل عندكم ابدا بالمعلومات دي، هو المعلومات مكتوبة او التعليمات مكتوبة على الكيس انك تضيفيها في مية. طب ليه؟ لما انا ممكن اضيفها على مية البصل كده والخضار اللي انا فرماه، فتضاعف معايا الطعم والتست اضعاف. ودي التتبيلة التانية اللي احنا عملناها. التتبيلتين وهم انتوا هتحتاروا تاكلوا من ايه ولا ايه. بصراحة حاجة مستواها عالي جدا. وغلفتها هنا بقى بالبلاستيك ستريتش وهدخلها التلاجة. حلاوة التتبيلة دي انها تكون قبلها بساعات، اما بالليل كده على بيات زيي، او تقومي الصبح تعمليها يعني على الاقل قبلها ب3 او 4 ساعات علشان تاخد من طعم البصل والبهارات والحاجات الحلوة دي. هنا بقى اقدر اقول لكم صباح الخير وصباح الفل وصباح كل حاجة حلوة. صحيت الصبح، فطرنا، وقلت اعمل لنا بقى ايه شوية حليب، كل واحد ليه طلب. وطبعا كل واحد مختار المج. ميرنا بنتي مصممة على المج ده. في اللي اخد نسكافيه، في اللي اخد هنا كان في برضو كابتشينو تقريبا، والشاي الكرك ده كان بتاعي انا. فسخنت الحليب وقلت كل واحد كده ياخد له مشروب، حاجة كده سخنة يا جماعة. خلاص بقى احنا في الجو ده عايز مشاريب سخنة. وزي ما قلتلك اهو صح يا رايقة وعندي وقت. وطلعت كمان البلكونة، قلت اقول لكم صباح الفل صباح الخير. الهوا كان شديد جدا، بدأ بقى خلاص يطير الستاير ويطير كل حاجة. وسقيت الزرع وروقت على الشقة وروقت على البيت كله. فتحت قرآن. يعني بصراحة الحاجة دي بتديني طاقة إيجابية جدا جدا. جبت علبة بخور جديدة، أنا ما بخلش عندكم بأي حاجة أبدا ولا استخسر فيكم أي حاجة نهائي. وكنت مولعة هنا فحمة وقلت أبخر البيت. انا مقلة جدا في الموضوع ده اليومين دول، مع ان انا عندي ادمان يا جماعة اني ابخر وافتح الشبابيك. حبيت ان انا ارجع الطقوس الحلوة دي كده تاني. افتحي الشبابيك كلها، دي نصيحة. ما يبقاش حتى في سلك مقفول، يعني كل البلكونات كل الشبابيك مع البخور مع القرآن، كل ده بيطلع اي طاقة سلبية. لو في اي مشاكل في البيت، في اي زعل، في اي هموم، زي ما انتوا شايفين كده الشقة كانت عندي زي الفل متلمعة ومتروقة. فتحت كل البلكونات اللي في كل الاتجاهات. وطلعت هنا قلت برضو يعني الناس اللي في الشارع ملهمش نصيب، نطلع لهم شوية ريحة بخور حلوة كده. وكان عندي في الشقة التانية بقى اللي فيها الغرف طبعا والمطبخ والحمام الرئيسي، عملت فيه نفس النظام، بس انا صورت لكم هنا بس. الشبابيك كانت مدخله هوا، مدخله طاقه جميله. الشمس. دايما لما بتبقي مجهزه حاجتك بتبقي رايقه كده. دخلت هنا قلت اعمل لهم ايه بقى جنب الصدور دي. اولادي بيحبوا جدا المكرونه الاسباجيتي، ما كانش عندي، نزلوا فورا جابوا من السوبر ماركت، ما عرضوش طالما الحاجه تخصهم. خلاص بقى لما جه وقت الغدا، قبل كده ميعاد الغدا بحوالي يعني نص ساعة او ساعة بالكتير، طلعت عندي الشوايه اللي بالكهرباء. طبعا تقدري تعمليها على اي جريل، على البوتاجاز عادي خالص، تقدري ترصيها في صينية وتدخليها الفرن. الموضوع سهل خالص على فكرة، مش مقيدة باي حاجة. على طول هنا اديت دهنة للي عنده الشوايه كهربائية كده، زي دهنة زيت كده صغيرة، وهي اساسا معدنها تيفال يعني مش هتلزق. ونزلت بالصدور، احاول انزل كده ان هي تبقى بالعرض، بحيث الخطوط دي لما بتدي علامة في الصدور بتحسسك انك جايباها من بره. يعني الاولاد دايما يفرحوا جدا لما تقلدي لهم اكل بره. يا ريتكم كنتوا معايا وشامين الريحة وسامعين الصوت. دي قطع الفراخ الصغيرة اللي احنا خليناها، حطيتها هنا فوق، وابتديت ان انا انزل الصدور هنا. نصيحة بقى مني ليكم، طبعا الانسان بيعيش يتعلم. انا كتير لما كنت اجي اعمل الصدور المشوية كنت بجيب اطباق البانيه جاهزة، يعني تكون متقطعة بانيه على الجاهز. شايفين الحركة دي؟ لازم احط شطة طبعا تشطشط الدنيا وتولع الدنيا وتفتح النفس. فكنت بجيب شرايح البانيه اتبلها وبعدين اشويها. عايزه اقول لكم كانت بتنشف جدا،
يعني ناشفه بجد ومش طريه كده ومش جوسي زي ما انت شايفه، وتحس ان خيرها راح. فلو حابه تعمليها اعملي زيي، تجيبي الصدور سليمه وتقطعيها جزئين فقط بالطول. مش هتاخد منك وقت خالص الاكله دي. وانصحك لو بتعملي عزومه، هي افضل مليون مره من الفراخ الكامله. دايما الحاجه المخليه في العزومات اللي مفيش فيها عظم بتكون سهله واسهل طبعا. مش عايزه اقولك 100 مره، مليون مره من البانيه اللي بنعمله كفر بقسماط وبيض وحليب. انت لو عندك عزومه هتعملي الكميه دي كلها في قد ايه؟ وهتقفي تقلي في قد ايه؟ دي كمان صحيه جدا، ولا زيت بقى، ولا كفر بقسماط، ومش مكلفه قوي زي الحاجات التانية. ده زائد كمان انك لو هتعملي لعدد كبير هتقدري تشويها في ثواني، هتشوي اكبر كميه ومش هتاخد منك لا وقت ولا مجهود. وعدوا الجمال دي بقى، يلا. شايفين حتى لو في اي قشور من التتبيله بتطلع على طول، مش بتلزق فيها. الشطه عندي هنا كانت استوت واتشوت وطلعت ريحه بجد فرقه جدا. يبقى احنا دلوقتي عملنا نوعين من التتبيلات وجددنا وغيرنا، وشكل السفرة جميل قوي. ده اخر جزء خلاص كان باقي عندي، هنزله بقى يتشوي شارب من التتبيله. وحاجه جميله جدا. لو مش حابه بقى تعملي جنبه مكرونه، تقدري تعمليه في سندوتشات. لو طالعين رحله، طالعين مصيف، خارجين تسهروا حتى على الكورنيش، حاجه جميله ولذيذه جدا مع الصوصات بتاعتك بقى، ودلعي الدنيا. جبت هنا عندي الاطباق، فرشت فيها شويه شبت، شويه كزبره، لو عندك بقدونس اوكي. الحركه دي لما الحاجه بتطلع عليها وهي سخنه كده بتطلع الروائح العطريه اللي في الخضار ده، وبتودي الحاجه في حته تانية. احب جدا اطلع الكفته، الفراخ، كل اللحوم عموما على خضره زي دي، بتنقل الطعم في حته تانية. وبكده اكون خلصت الشوي. قولولي ايه رايكم؟ بيتهيألي الشكل جميل جدا ما شاء الله، وحاجه تشرف لو عملتيها لضيوفك. وكمان ما اكتفيناش بنوع واحد، عملنا نوعين، وكل طعم ليه تيست عن التاني. والتتبيله سهله جدا، يعني كل مكوناتها في البيت، انتي مش هتجيبيها من بره ابدا. هي بس كل الفكرة ان احنا تبلناها من بالليل او قبلها على الاقل ب3 او 4 ساعات. الشكل يجوع يا جماعة. هنا كنت عملت صلصة المكرونة، انا بعملها ببصلة مفرومة وبنزل عليها بالصلصة وبسيبها تتسبك مع ملح وفلفل وبابريكا وشوية كمون. يعني دي طريقتي في المكرونة، وادعيلي. وطبعا لو حابة تحطي عليها شطة زي كده وتشطشطيها، يا سلام. عملنا طبقين، شوفوا لو هتطلبوهم في اي مطعم هيبقوا بكام. انا بكلمكم لاني بجد جربت الاكلات دي من بره وعارفه هي بكام. والفقره بقى المحببه الى قلبي، واكيد الى قلبكم انتوا كمان، اكيد بتحبوني اجوعكم واشارككم. حبيت ان انا ادوق واخد راي الاولاد، لان اياد ابني كان بيتحداني ان انا مش هقدر اعمل التندوري ابدا في البيت. انا حبيت اثبت لهم انا لو حطيت في دماغي حاجه هعملها، والله يا جماعه. هي بس مساله تركيز مش اكتر، او يكون عندي وقت. منى بتجاملني خالص، بصراحة مش عارفة يعني، تقريبا طلع كده مجاملة لمامتها. هنا اياد بيسلم عليكم، وقلت ادوخه شوية بما ان كان بيقول لي ماما مش هتعرفي تعملي حاجة، هناكل بره يعني هناكل بره. انا عملت لهم اكل المطاعم اهو في البيت. هو هنا ده نوع واحد، انا بدوقه التندور اللي كان بيتحداني فيه. قلت ادوق انا كمان بقى يا جماعة، يعني اشمعنى انا؟ يعني اتعب واعمل ده كله وخلاص يعني، ولا انا يعني علشان غلبانة ومليش حد؟ قلت هنا بقى ادوقهم الصدور التانية. انا بصراحة كنت متخيلة ان انا يعني هكون متحيزة لنوع واحد بس منهم. المفاجأة ان كل حاجة عجبتنا. بالله عندي فيك يا اياد، يلا. الام الحنينة رزق، يا ريت تتعلموا مني والله. الام الحنينة رزق، بس ما جاليش قلبه برضه. يلا مش مشكلة ندوقه. طبعا باباهم واقف ورا الكاميرا عايز يدوق، انا عارفة. واقول لكم اشوفكم في وصفة جديدة، وبحبكم جدا ومستنية رأيكم يا حبايبي. وشكرا على كل التعليقات الجميلة. واسيبكم تستمتعوا معايا بالسفرة دي واجوعكم. وقوموا يلا اعملوا نفس الوصفة دي وابعتولي الصور. بحبكم جدا، باي باي.